بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على محمد وآل محمد. اليوم أنا شرح حول التنصيب أوبنتو كنظام أساسي أو أساسي ولكن بجانب الويندوز أو أي نظام آخر. بعد ما ندخل التوزيعة ونحرق على فلاشة أو قرص نجي لخطوة التنصيب. أول شي نختار اللغة حال باقي التوزيعات. تمام، مثلا أنا داونلود أبديت وذ انستول أوبنتو، يعني أثناء التنصيب راح ينزلك الأبديت. إذا عندك نت قوي سوي هاي الخطوة تفيد، حتى تحصل على التوزيعة الأخيرة تكون خالية من كل مشاكل. هنا نختار آخر وحدة، هاي التقسيم يدوي. ننزل على المكان اللي نريد ننصبه. هذا هو المكان اللي ندخل به توزيعات البارود سكيورتي. راح نجي نشيل البارود ونشيل السواب مالتها. تمام، نحذف. كذلك نحذف البارود. نجي نقسم، ينقسم إلى قسمين. مثلا نخلي 5، أنا راح أخلي 7 جيجات للسواب. سواب أوكي. هسه هذا مال ملف السواب. نجي هذا الباقي نخليه للتوزيع. نعم، بقي كما هي. نختار هاي أول وحدة بحيث تكون كل ملفات التوزيع. شوف هنا ظهر علامة الصح على هذا القسم. هذا القسم راح يكون للتوزيع. الستم يقول لك هنا تعدل على الملفات اللي سويت التغيرات. هذا ملف السواب نغير عليه، وهذا ملف التوزيع. ونقول كونتينيو. نختار الموقع، راح يعطيك اياه تلقائي على الجي بي اس اذا كنت متصل بالانترنت. بغداد. هنا اللغة نختارها كما هي انجليش. هنا انجليش بس. بعدين من اثناء التنصيب، بعد التنصيب راح نضيف اللغة العربية للكيبورد. اليوزر نيم، الباسورد الرمز اللي يذكرك بالباسورد. اليوزر نيم نختار مثلا محمد. اوكي. هنا نجي العفو، هنا الباسورد. باسورد جديد. اوكي. لوجن اوتوماتيك، هاي كذا تخليها لو لا؟ يعني بهاي الحالة راح يقرأ للتوزيعة اوتوماتيكيا. العفو، يتخطى واجهة الرمز، يعني ما راح يطلب من عندك رمز من انتقال للتوزيعة.
استعرض لك شو اسمه الميزات اللي بالتوزيعة. هذا مشغل الصوتيات، تعديل على الصور، الفايرفوكس، فلاش، الجروم أو المتصفحات، نعم ملفات الكتابة والطباعة، يعني ملفات الوورد مثل تعتبر، واجهات البرامج. خوش توزيعة صراحة، هي والديبيان أساسيات اللينكس. طبعا هذه التوزيعة الجديدة اللي اختاريتها أنا هي 16. الحلو بها إنه من تنصب ويندوز وتنصب هاي التوزيعة فراح تقدر توصل لملفات الويندوز، خصوصا ويندوز 10، لأن ويندوز 10 التوزيعات حتى الكالينكس القديمة يعني إن شاء الله إصدار جديد راح يكون هاي متوفرة بيها، لأنه ويندوز 10 شوية يختلف عن باقي الويندوزات بكونه أحدث واحد. هاي توزيعات بارود، توزيعات الكالينكس، توزيعات اوبنتو القديمة ما تقدر توصل ملفات الويندوز 10 أو ملفات البارتيشنات البقية، توصل فقط ببارتيشن، يعني تكون توزيعة منعزلة. ليش؟ فقط ويا الويندوز 10. إن شاء الله بهاي التوزيعة بعد ما جربتها كإقلاع فقط بدون تنصيب، شفت إنه أقدر أوصل لكافة ملفات النظام الهارد عفوا. طبعا التنصيب راح ياخذ شوية وقت، والخطوات ما بقى غير خطوة واحدة، لذلك راح أوقف الفيديو وأرجع لكم إن شاء الله بعد ما يكمل التنصيب. بعد ما يتم عملية التنصيب مجرد يطلع لكم هاي الإيقونة اللي هي فيها خيارين فقط، continue testing أو restart now. أنا اختار restart now. جيد. نوخر الفلاش أو القرص اللي خاليه حتى لا يطلع هاي الشغلة من جديد. أوكي. أنا اختار التوزيع اللي نريدها. هسه عندنا الأوبنتو، وهاي وضعية الأوبنتو. هنا عندك المودات مالتها تمام. هنا الويندوز 10 أنا أقلع إلى الأوبنتو. ويندوز 10 يكون آخر واحد اعتيادي، هي ويندوز النظام الثاني يكون بالأخير.
بعد إصدارات الأوبنتو أو الوضعيات من الأوبنتو. تمام. مجرد إدخال الرمز 16.4 إصدار التوزيع. تمام. طبعا توزيع هذا اني الاوبنتو او الديبيان او فيدورا او غيرها طبعا تكون لها السرعة، يعني سرعة خيالية، يعني مهما كان مواصفاتك هذا والنظام راح يلائمك من حيث السرعة، لأن يجي يعني مو مثل الكالي لينكس أو السايبورغ أو الباروت راح يجي ويا أدوات. لا، هذا أنت النظام هسه هنا موجود تعتبره أمثل لك إياه كنظام خام، يعني تعتبره كويندوز خام أو أي نظام خام. أنت راح تجي تعدل عليه تنصب الأدوات اللي تريدها. طبعا أدوات الكالي لينكس أو أدوات الباك تراك اللي نفسها الكالي لينكس، أدوات الباروت، أدوات السايبر، كلها تقدر تنصبها هنا. طبعا تقدر تعدل على المستودعات، مجرد تسوي ابد جيت راح تستدعي ملفات البرامج. مثلا تقدر تضيف مستودعات الكالينكس للاوبنتو او مستودعات غير نظام الاوبنتو، بحيث تكون عندك برامج ذيك التوزيعات راح تنضاف للاوبنتو. وطبعا توزيعها كلش حلوة، كواجهتها ايضا سلسة، وان شاء الله عجبكم الشرح. وبالنسبة للواجهة ايضا تقدروا تغيروها عن طريق ثيمات او غير شي. وتحياتي لكم.